الله عليك يا زمالك، ايه الجمال والحلاوه دي؟ الاسطوره ناصر منسي انا مديون له بحاجات كتير، عمي وعم عيالي اقسم بالله. صلي على النبي واخبط لايك وتعالالي. الزمالك بيفوز على سموحه ويأكد تفوقه على الاهلي وبيراميدز. الاهلي ملحقش يفرح تقريبا، هو الاهلي ما بيعطلش يا جدعان؟ بجد ما بيعطلش، بيكسب على طول كده. ملحقش يفرح بالمركز الثاني او الثالث، بقى في الرابع وممكن يبقى في الخامس. سموحه تقريبا اللي في الخامس ممكن يبقى جنبهم كده. الاهلي ملحقش يفرح بمركزه، ملحقش يفرح بالمركز الثاني او الثالث، هو مركزه الطبيعي الثالث ملحقش يفرح بيه. لكن الزمالك اخسر؟ انت عبيط ولا ايه؟ ده انا ناويها على الدوري باذن الله، باذنك يا رب الدوري في 100 عقبه السنه دي. بالامكانيات دي بالظروف دي الزمالك باذن الله هيحقق الدوري، الزمالك هيكون بطل الدوري باذنك يا رب. انا اقول لك على حاجه، احنا كنا وحشين قوي النهارده بس الحمد لله على المكسب. يعني الحمد لله، ده فضل ونعمه من عند ربنا ان احنا كسبنا. لحد دلوقتي احنا تاني الدوري، متفوقين على الاهلي وبيراميدز بامكانياتهم بكل فلوسهم واستقرارهم، واحنا عندنا مشاكل الله، اقسم بالله عندنا مشاكل الله، بس ان احنا نكسب فضل من ربنا. الحمد لله على المكسب، اقسم بالله الحمد لله على المكسب. الاسطوره ناصر منسي عمي وعم عيالي، اقسم بالله جمايله مغرقاني. الاسطوره ناصر منسي عمي وعم عيالي وجمايله مغرقاني. الله عليك يا اسطوره، بتحتاجه في اي وقت بتلاقيه. وانت تقول لي عايز تمشيه؟ تمشي مين يا عم؟ صباح الفل، امشوا انتوا تمشوا ناصر منسي. والله ما عارف الناس دي بتفكر ازاي. ناصر منسي يا جدعان اقسم بالله، اقسم بالله مش مجرد لاعب جاب لي جون في ماتش مهم عشان كده قاعد. ناصر منسي كل ما بحتاجه في ماتش بلاقيه بيتألق وبيسجل لي اهداف مهمه. ناصر منسي لعيب كبير جدا. الزمالك يؤكد تفوقه على الاهلي وبيراميدز. الاهلي ما بيعطلش وبيراميدز ما بيعطلش، والزمالك باذن الله عمره ما هيعطل. الزمالك هيكمل وهيعدي سيراميكا في الترتيب باذنك يا رب. الزمالك هيكون اول الدوري. الحمد لله على المكسب. والله العظيم احنا ادائنا وحش طول المباراه، كان في شويه خزعبلات في الملعب حرفيا. واحد شبه شيكو بنزا ده، اقسم بالله احنا داخلين على رمضان، فانا اشوف الكائن ده في الملعب فمش هينفع، لازم تمشوه او تمشوا انتوا. يعني مجلس الاداره لازم يمشي شيكو بنزا ده قبل رمضان. ما انا مش هخش رمضان واشوف شيكو بنزا في الملعب، ما هي مش ناقصه، والله العظيم ما ناقصه. احنا واقفين على تكه، احنا كزملكاويه واقفين على تكه. جايب لي شيكو بنزا وهيخش معايا رمضان؟ ما ينفعش، والله ما ينفع. خلونا نعدي الشهر على خير يا جدعان، بالله عليكم طلعوه حتى الشهر ده. لكن شيكو بنزا اشوفه في الملعب في شهر رمضان؟ غلط، غلط، حرام اصلا، حرام شرعا، والله العظيم ما ينفع. شيكو بنزا ده يا جدعان زي ما انا قلت لازم يمشي. قلت لكم لما جاله عرض من ليبيا لازم نغوره، قلتوا لي لا ده لاعب كبير وما ينفعش يمشي. ايه اللي انت بتقوله؟ انت اهلاوي يا عم والمصحف، انا بحب الزمالك يمكن اكتر منك انت شخصيا، بس فكره ان شيكو بنزا ده يكون موجود في الزمالك اكبر كارثه بتحصل، والله العظيم اكبر كارثه بتحصل. احنا ما ينفعش شيكو بنزا ده يكون موجود في الملعب. بزيرة بيفضل طول الماتش يلف حوالين نفسه، حريف قوي بس بيلف حوالين نفسه، يجي يعمل فنت يروح للجمهور يعمل لهم فامو ويروح يشجعوا. انت عبيط يا اسطى ولا ايه؟ انت بتضحك علينا؟ انت بتشتغلنا بجد؟ انت بتشتغلنا والله العظيم. انا ما فاهم، عندنا شويه محترفين عايزين ضرب الجزم، بس الوضع ده الدباغ نجم اقسم بالله جنب الاسطوره ناصر منسي تغيير ذهبي. يعني عدي الدباغ وناصر منسي اقسم بالله تغيير ذهبي من معتمد جمال. معتمد جمال عنده شويه مميزات انا شايفهم في الملعب حاجه خرافيه بجد. معتمد جمال لازم يكمل، اصل راجل عنده الامكانيات المحدوده دي وبيطلع بيها ده، فلازم يكمل بجد، لازم يكمل واخد فرصته. ما تجيش تقول لي هجيب مدرب وعك الدنيا بقى، انت معكش فلوس اصلا، انت معكش فلوس ولا تجيب مدرب ولا تجيب لعيبه. سيب الدنيا ماشيه زي ما هي. معتمد جمال ماشي كويس مع الفريق، ادائنا النهارده ما كانش احسن حاجه، بس معتمد جمال عنده شويه حاجات فنيه في الملعب ماشيه مع الفرقه دلوقتي، يعني ماشيه مع الامكانيات المحدوده اللي عنده. احنا الحمد لله ان احنا كسبنا، والله الحمد لله ان احنا كسبنا. احنا لحد دلوقتي مكملين واحنا تاني الدوري. انت خلاص ممكن تعدي سيراميكا في اي وقت، يعني تحافظ على اللي انت فيه، تعدي سيراميكا في اي وقت وتسيب بقى الاهلي وبيراميدز ثالث ورابع وخامس بقى، سيبهم ينافسوا بعض على الموضوع ده. خليك انت زي ما انت، خليك مكمل في مركزك لحد ما توصل اول الدوري باذن الله، ترجع مركزك الطبيعي. الزمالك هيكون اول الدوري باذنك يا رب. الاهلي ملحقش يفرح، ما هو الاهلي بقى تاني
وتالت ورجع رابع، ما لحقش يفرح. والله العظيم ما لحق يفرح. كان تقريبا بيراميدز متعادل وهو كسبان الاسماعيلي. اصل الاسماعيلي فرقه ميته، ما طبيعي يكسب، يعني طبيعي يكسب. الاسماعيلي مع احترامي ليهم ملطشه للجميع، يعني الاسماعيلي ملطشه لفرق الدوري كلها. اي فرقه عايزه تكسب بتلعب الاسماعيلي، فطبيعي الاهلي يكسب. يعني عايز ايه؟ يعني طبيعي الاهلي يكسب. لكن الزمالك باذنك يا رب الزمالك مكمل، الزمالك مستمر في اللي هو فيه. انا بحب الزمالك قوي يا جدعان، بحب الزمالك في الظروف الصعبه قوي. في الظروف الصعبه الزمالك بتلاقيه موجود، بتلاقي الزمالك في الظروف الصعبه اول الدوري، بتلاقي الزمالك في الظروف الصعبة بياخد بطولة أفريقية. فبإذنك يا رب احنا في الظروف الصعبة اللي احنا فيها دي هنحقق الدوري، وبإذن الله نحقق الكونفدرالية. في وسط بقى ان انت الأهلي وبيراميدز عندهم الإمكانيات دي والاستقرار ده وكل اللي عندهم ده، احنا بإذنك يا رب هنتفوق عليهم. عشان احنا الزمالك، احنا مش بفلوسنا، احنا بتاريخنا وباسمنا وبجمهورنا. احنا الزمالك باذنك يا رب احنا مكملين ومش هنقع باذن الله. الزمالك مش هيقع. حطك في ضغط ماتشات عشان تقع، وحط لك ماتش سيراميكا جاي من الهوا عشان تقع، وقال لك ماتش سيراميكا هيتلعب من غير جمهور عشان تقع. بس باذنك يا رب انت مكمل يا زمالك باذن الله. احنا عندنا ماتش كايزر تشيفز حياه او موت. ماتش كايزر تشيفز احنا لازم نكسب، ما فيهاش كلام تاني. فكك بقى من الدوري وفكك من الاهلي وبيراميدز، ركز انت في ماتش كايزر تشيفز، لان الماتش ده حياه او موت. انت تكسب الماتش ده اتأهلت في المرتاح جدا. هتخش ماتش سيراميكا عندك دوافع كبيرة جدا، هتكسب بكل سهولة بإذن الله. يعني بإذن الله هتخش ماتش سيراميكا عندك دوافع وهتتأهل بإذن الله من كاس مصر. وادينا خلصنا ايه من الضغطة اللي حطونا فيها. عندنا ماتش حرس الحدود يوم 20، بس ده في السهل منه.